يا مساء الفل، تعالوا نعمل مع بعض كده صينية كيكة هتطلع رهيبة جدا وطعمها تحفة وسكرها مظبوط وخفيفة كده وهشة خطيرة. وهنعملها في الخلاط سهلة وسريعة جدا، في أقل من نص ساعة أكونوا مجهزينها. المهم، أنا جبت كوباية الخلاط هنا بقى وحطيت فيها كوباية إلا ربع من اللبن، وحطيت كوباية ونص من السكر وكيس فانيليا، وانا حطيت كمان 4 بيضات. ممكن لو البيض عندكم كبير شوية تحطوا 3. خلاص كده، ومعايا كمان علبة زبادي. استلفنا كده علبة زبادي من عند لولو، وقلنا ايه نحطها كده في ايه في الخلاط مع اللبن والبيض بقى، تديكوا طراوة كده للكيكة خطيرة. خلاص كده هنلم بقى كل اللي فيها كده، هي كلها يعني علبة الزبادي معلقتين مش اكتر من كده يعني. علبة الزبادي بس صغنونة خالص، وهحط كمان معلقة كبيرة كده من الخل. كل ده بقى كده في كوباية الخلاط، ونجيب كمان نص كوباية من الزيت. كله برضك في الخلاط، هضرب ده هما كده واجيب نص كوباية من الزيت. خلاص، بس زيت يكون نضيف كده وريحته حلوة اهو. وهنزلهم بقى كده على الخليط، واسيبهم بقى يتضربوا كده حلو مع بعض، ونشوف احنا هنجهز ايه كمان. عندي كده بقى الربع كوباية اللبن اللي فاضت من الكوباية، هعمل فيها ايه؟ هحط فيها مكعب زبدة بقى عندي كده، واسيبهم احطهم على النار، هديهم غلو على النار. خلاص، وهنا بقى جبنا الطبق اللي هنحط فيه الكيكة، عجينة الكيكة او الدقيق، وهحط 3 كوبايات من ايه من الدقيق. يا ابويا، 3 كوبايات من الدقيق، واحط عليهم كيس، حطيت عليهم معلقتين كمان نشا، احط عليهم كيس بيكنج باودر او كيس كيك شيف الموجود، ورشة كمان من الملح صغنطوطة كده، وهننخلهم. هنا بقى يا ستي، لو انت كده لسه ما حطيتيش لايك ونسيتي تحطي لايك، حطي لايك وكومنت قمر كده زيك، وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس، وتقولي لي في الاخر بقى، تكتبي كومنت تقولي لي في الاخر ايه رايك في صينيه الكيكه الرهيبه دي. عايزه اقول لكم سكرها مظبوط جدا وطعمها تحفه. انا عاده بعملها ساعات على طول بكوبايه سكر، المره دي بقى زودنا كده ايه نص كوبايه كمان كده، فقلنا ايه مره كده ومره كده. خلاص يعني انتوا ممكن تحطوا كوبايه لو انتوا مش بتحبوها مسكره قوي، بس هي كوبايه ونص كمان ما كترش عليها يعني، سكرها مظبوط وحلو. يعني ساعات انا بحبها بتكون مسخه خالص كده بالكوبايه. خلاص، بس القوام بتاع بقى الخليط بتاع الخلاط كده عامل ازاي، رهيب. طبعا انا لسه معايا ربع كوبايه من اللبن، لان الكوبايه الا ربع مش هتدوب لي كده الايه المواد كلها في بعضيها وتبقى خفيفه مظبوطه يعني. هقلب فيهم كلهم كده حلو. احاول بقى الم كل الجناب. عايزه اقول لكم كانت بجد طالعه تحفه تحفه، وكل مقاديرها مظبوطه. هنا بقى هلم كل اللي في الخلاط، مش هسيب اي فتفوته من الخلاط كده، هنزلها لان دي كلها مقادير، فلمهم كلهم كده بالمعلقه، مش هسيب اي حاجه. طبعا انا لسه عندي ربع كوبايه اللبن مع مكعب الزبده. عايزه اقول لكم بيخلي الكيكه خطيره، اللبن المغلي مع معلقه الزبده دي. والم كل ده بقى كده، ومعايا اللبن كده خلاص غلي، هجيبه كمان اهو. بصوا بقى عندي والزبده ساحت وكل حاجه، شايفين العجينه عندي كده ايه تقيله. اول ما احط ربع كوبايه اللبن مع مكعب الزبده يعني ايه هيظبط لي الدنيا كده تمام. شايفين اللبن عندي مغلي، وهحرك فيهم كده بالراحه بقى كده لحد ما الاقي القوام بقى ايه كده بقى مظبوط. ما تخافوش من اللبن وهو مغلي، لا ما تقلقوش. بس كده بقى خلاص كده كفايه، حلو قوي زي الفل. شايفين القوام بقى عامل ازاي كده بقى؟ اي بقى صينيه مربعه، صينيه مدوره، زي ما انتوا عايزين تحطوهم بقى حطوهم. بصوا بقى انا عندي الصينيه ديت
غلفتها كده بحتة زبدة ومعلقة دقيق كده عشان لما اجي اقلب الكيكات تقلب معايا بكل سهولة. طبعا انا اول ما ابتديت في الكيكايه رحت عاملة ايه، مولعة الفرن. خلاص بقى كده، وهنزل كل دوت كده بقى في الصينية، وهسيب بقى معلقتين في الطبق كده. هنعمل بيهم ايه؟ تعالوا اقول لكم هنعمل فيهم ايه. بس كده بقى احاول ان انا اخليها كلها ايه، بص هم معلقتين مش اكتر، واحاول اخليها كلها كده سوا واحد، ميبقاش جنب عالي وجنب واطي. تعالوا بس كده، انا جبت معلقتين صغيرين كده من الكاكاو الخام، ومعلقتين لبن كده كمان، ورحت واخده معلقتين الكاكاو دول عاملاهم بالمصفى كده صغنطوطه كده على قد الكوبايه، عشان ميبقاش فيهم حاجات مكلكعه. ورحت ايه، دوبهم في معلقتين لبن، ورحت نازله بيهم على الخليط دوت. هيدوكوا شكل حلو جدا، خطيره. بصوا بقى، كأنهم صوص شوكولاته. هقلبهم بقى كلهم في بعض كده عشان ميبقاش حته غامقه وحته ايه، ميبقاش الكاكاو دوت يبقى فاتح كده، يبقى شكله حلو عامل زي الشوكولاته بالظبط. هلم كمان لسه في الكوبايه حبه كمان، هلمهم كده يبقوا حلوين. كل بقى اللي في المعلقه واللي في الكوبايه كله اروح لميه. يعني كل ما تكونوا زهقانين كده وعايزين تعملوا حاجه، يعني ايه، ما تكسلوش. بتنفع الاولاد بقى، يعني بالذات كمان ايام مدارس، تقطعوا كده قطعه كده تحطوها في اللانش بوكس، بدل ما تجيبوا كيس كيكه ولا اي حاجه، بتنفع جدا. احنا قاعدين زهقانين، بتنفع كوبايه شاي، كوبايه قهوه، كوبايه نسكافيه. انا عن نفسي ما بحبش اشرب كوبايه الشاي ولا النسكافيه من غير حاجه على فكره، ده اساسي يعني. بصوا عامه يعني حتى العيال بقوا كده، اما يحبوا يشربوا حاجه سخنه يحبوا ياكلوا برضو جنبيها حاجه، حسب ما اتعودوا بقى. وانزل بيها كده حوالين داير كده، مش عايزه اخلي حته هنا كتيره وحته قليله، احاول على قد ما اقدر الفها بيها كلها. بس كده بقى، احاول كده ايه اعمل بيها شكل كده، هلفها كده وخلاص. طبعا الفرن عندي شغاله. طبعا انتوا ممكن تستبدلوا الربع النص كوبايه الزيت بسمنه عادي، مش هتفرق. بس انا بحب اعمل اي كيكه بالزيت. بصوا بقى شكلها بقى تحفه. ممكن تحطوا كده الكاكاو عادي الحبه الاخرانيين وتسيبوهم، مش شرط تعملوا بيهم حاجه كده يعني، بس هو بيديكوا منظر حلو. بينا بقى على الفرن، مش هكمل 10 دقايق. بصوا خطيره، عايزه اقول لكم كلها طلعت يعني ارتفاع واحد. اقول لكم لسه طالعه حالا من الفرن. بس انا بحب اول ما بتطلع من الفرن كده اروح اقلبها عشان ما تقعد بتلزق كده. اول ما تطلع كده اروح ايه قلبها على طول. بصوا خطيره، بجد خطيره، ومقاديرها مظبوطه جدا. جربوها مش هتندموا. عايزه اقول لكم كانوا واقفين لي كده يلا عايزين كيكه، يعني عايزه اقول لكم حتى اللي مش بيحب الكيكه السخنه كان مستعجل عليها وعاوز ياكل كيكه. انا عن نفسي بعشق الكيكه هي ولسه طالعه كده من الفرن سخنه. بصوا شكلها تحفه، تحفه بجد، جميله جدا وهشه وخطيره. بصوا تقطعوها بقى شرايح كده، شكلها تحفه جنب كوبايه الشاي، حاجه شيك كده. يعني عايزه اقول لكم لو عندكم حد كده هتطلعوها شكلها شيك جدا جنب كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، طلعوها شكلها تحفه. اهي انا هقطعها بقى شرايح كده. بصوا شكلها تحفه. عندكم بقى اي صوص كده عايزين تحطوه كده على الشرايح الكيكه، خطير، جميله جدا، وترمي معاكم كميه مهوله. ايه رايكم بقى؟ الطبق ده اتاخد مني على فكره وانا واقفه كده، خدوه وطلعوا يجروا، ما كانوش صابرين. بصوا بقى عامله ازاي، شايفين؟ هشه كده وتحفه. انتوا لو انتوا مش عايزين تحطوا الزبادي خلاص ما تحطوش الزبادي،
بصوا بقى انا بتاخد من الطبق التاني ده، رحت انا عامله الطبق ده ليا بقى، قلت لهم طب ماشي. رحت انا بقى عملت الطبق ده بالنوتيلا، عايزه اقول لكم تحفه بالنوتيلا، خطيره خطيره جدا. جربوها بجد، وحطوا عليها بقى اي صوص يعجبكم، كراميل، صوص شوكولاته، اللي انتوا عايزين تضيفوه، صوص النوتيلا. بس عايزه اقول لكم انا جربتها بالنوتيلا، خطيره خطيره. وبس خلاص كده بقى انا اروح اكل الكيكه واشرب معاها حاجه بقى ساقعه، حاجه ساقعه المره دي. وبس اقول لكم بقى اشوفكم في فيديو جديد. بصوا بقى انتوا لو عايزين تغطوها غطوها بدي.